الطرفة. دخل عريس متكبر ليلة عرسه على عروسه وهو يحمل في جنبيه الكبر في العلم، ويقول في نفسه: مهما كانت زوجي متعلمة فأنا أكثر علما منها. فلما أماط اللثام عن وجهها أخذ بجمالها فقال لها: وزيناها للناظرين. فأجابته على الفور: وحفظناها من كل شيطان رجيم. فقال لها: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. فقالت له: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال لها: والذين لا يجدون؟ قالت له: أولئك عنها مبعدون. قال: إذن ألا لعنة الله على الظالمين. فقالت له: إذن للذكر مثل حظ الأنثيين. وكان قد تزوج. بعد أن تزوجها، هي اسمها ملك، فقال لها لتطبخ له طبخة معقدة. قال لها: ملك ملك، إني أحبك يا ملك، لولاك ما طير شدا، لولاك ما بدر سلك. قومي اسلقي لي بيضة واشوي لي لحما أو سمك، وإذا اعترتك مشقة هيا اطبخي لي ششبرك. فقالت له: قسما بمن رفع الفلك، لو قيدوني بالشبك أو قوصوني بالفشك أو علقوني بالكبك أو طعوجوني كالتنك أو شحوطوني للسمك أنا لا أحب الششبرك. ألا إذن معدتي هشي وبشي أبشري، بالشيخ محشي ثم بشرى، وهنيئا لك يا بطني وكرشي. فقالت له: لا أحب الشيخ محشي، لو بلوز كان محشي. متى أين وكيف التقطنا هذه الأبيات؟ قال: من اللفتات. نعم، من كتاب اسمه اللفتات في علم السلتات، أو الكتب الستة في علم السلتة، كمان هدول مكتوبين. أو إن شئت الكرشيات والبطنيات لابن بحشور، كمان هذا قال كثير عنده شو بدي اقول لك، من تمنا لصرنا نعمل لك. الله يبارك فيكم يا رب.